يا مساء الفل عليكم يا احسن ناس في الدنيا، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما متجمعين على خير، لا فاقدين ولا مفقودين. طبعا اليوم النهارده كان يوم مرهق جدا جدا. نعم. اه. كان خرجنا طبعا من الصبح انا وماموسة وباباها. آه، كانت عايزه تتفسح، وكانت المدرسه عاطلها باركود بتاع ده، اسمه ايه ده، تذاكر للألعاب في سليل، عشان يلا ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر، يعني جايبة درجات كويسة جدا في الامتحانات بتاعت آخر السنة. فكان باباها شالها مع الشهادة بتاعتها لحد ما رجعنا من مصر. وبعدين روحنا جبنا مانجا، وجبنا حاجات وكده هوريها لكم في الفيديو. اللي دخل معانا يصلي على النبي واحد الله ويحط اللايك بتاعه الجميل، ويدا ده وحلو، ربنا ينجح أولادكم يا رب وتفرحوا بيهم وتشوفهم أي حاجة وحشة أبدا أبدا أبدا. طبعا المقشه بتاعتي كانت اتكسرت معاكم وانتوا شايفينها، رحت جبت مقشه تانية علشان طبعا حتى لو بكنس بالمكنسه الكهربائيه دي معنهاش غنى بصراحه، اسرع واحسن لان صوت المكنسه الكهربائيه دوشه. هنا كنت بقول هخبطها بتاعه التعليقات دي، هخبطها بالمقشه اظبطها. وجبنا صابونتين، انا عندي صابون عادي بس عجبني اللوكس ده. جبت المعالق دي معلق ليا هنا، معالق للشاي، عشان مش عارفه المعالق اما بنروح البحر بتقع مني. وجبت دول بقى ايه، عجبني شكلهم لشقتي في مصر. جبت 6 شوك و6 معالق صغيره و6 معالق كبار. كنت عايزه اجيب منهم السكاكين اللي بتاعه السفره، بس ما لقيتش نفس النقشه، بس ان شاء الله هلاقي. انا عندي جايبه في مصر، وبابايا جايب لي المعالق بتاعتي والسكاكين وكده، الحاجات بتاعتي اللي زي دي، بس ده عجبني الموديل بتاعها، ومكانش عندي دون بصراحه، وابويا ما جابهوليش. فلقيته النهارده برضو قدامي، البراد اللي بيتحط على النار، البراد الحراري ده. وكنت جايبه على اساس 2 بس فنجان، لقيتهم 4 ما شاء الله العظيم. عجبني جدا، وفي المصفى بتاعته هتشوفوه دلوقتي. وخامته حلوه، تركي. جايباه من رامز. كل حاجه عليها عروض الا ده. دي المصفى بتاعته، والوش بتاعه ده بالشل، ايوه اللي هو حامل المصفى ده، جميل جدا بصراحه، بسم الله ما شاء الله عليه، وخفيف خالص كانه مش ازاز، هو حراري بيتحط على البوتاجاز. المهم، مبروك عليا، مبروك عليا. اللي وصل لحد هنا يصلي على النبي واحد. مش عارفه انا كنت واقفه عند مين، بس يلا مبروك عليا البراد الجميل ده. آه ندخل بقى ايه، هتشوفوا شكل المطبخ بعد ما خرجنا واتعشينا بره، وقضينا اليوم بره، وصورت فيديوهات وكل حاجه. طبعا الفيديوهات هتنزل قبل الفيديو دون، او فيديو يعني ان شاء الله. كنت سايبه شويه اطباق وكده. الكوبايه دي اللي كان جاي فيها الوجبات بتاعت ماموسه، كنا جايبين لها من ماكدونالدز. فانا بسيب الكوبايات دي، مش بعمل لها اعاده تدوير ولا حاجه. لما بنيجي رايحين البحر، احنا ابو رماس بيصطاد بالجمبري، فانا بقطع الجمبري واحطه في الكوبايه ده، عشان بيحطها في السله اللي في ايد الكرسي، بتبقى اسهل له، احسن ما يوطي كده. فدين بيحطها في السله دي، وياخد منها بقى ايه الجمبري المتقطع ده، يحطه في السناره. ماشي يا حلوين، صلوا على النبي ووحدوا الله، واكتبوا التعليقات اللي تعجبكم. الناس المحترمه تكتب التعليقات المحترمه اللي زيها الحلوه الجميله اللي انا بحبها، والناس قلة الادب تكتب تعليقات قلة الادب وتاخد على دماغها بالجزم. ان عندي الجزم كتير وهنفضها على دماغها، ما عادش محترم حد. علشان الاحترام الناس بتفكره انه خوف آه او او ايه، قلة حيلة. انا لا بخاف ولا على راسي بطحة، ولا عندي قلة حيلة في حد. يعني ده اللي ما اقدرش عليه، يعني اجيبها من شعرها على الرأي في عبده، اللي مش عاجبها من شعرها واجبها. المهم، صلوا على النبي وحطوا اللايك بتاعكم. والله فرفرت في غسيل الطبقين دول، لان انا غسلت ومنتجت على طول. كانت الساعة كام؟ استنوا، كانت الساعة 10:05. طبعا وريتكم في الفيديو ان احنا كنا بالليل، بس انا لما جيت شفت شكل المطبخ وهنصبح صايمين كل سنة وانتم طيبين، الخميس والجمعة ان شاء الله. قلت يبقى المطبخ بيت نظيف، ومنضفة الحمام وغسلاه ومصفياه، كله علشان لما اصحى بكره ان شاء الله ايه، ادخل المطبخ على رواقه كده، ما يبقاش ورايا حاجات كتير. ماشي ماشي. غسلنا الاطباق، هنغسل الحوض في الوقت ده. انا نقعه، مش نقعاه يعني، رشه على الحوامل بتاعه البوتاجاز، اللي هو المنظف بتاع الدهون وعلى الكوش بتاعته او العيون، ايا كان انتوا بتسموه ايه.
حاطه عليها رشه عليها وسايباها علشان لو في دهون ولا كده، لان انا بقالي يومين ما غسلتوش وبقالي كام يوم ما غسلتش الحوامل، فما بحبهاش يعني اما امسكها كده الاقي ملمسها بيلزق شويه، لا ما احبش كده، انا عايزاها تفضل ناعمه زي ما هي. وعندي اللي هي العين اللي في النص في البوتاجاز ده عشان عليها الاستهلاك كتير وهي ظهر تقيل مش عارفه ده، يعني هي مختلفه خالص عن عيون البوتاجاز الاربعه التانيين. اللي في النص دي ظهر تقيله قوي، حاسه ان اتلخبطت واحنا بنقول بوتاجاز، اتبدلت مش عارفه. وهي الوحيده اللي اتحرقت بسرعه. بس انا بصراحه يعني عدناها العافيه، يعني انا بستهلكها كتير في المشويات اني بحط عليها الجريل، لما بكون بقلي سمك بحط عليها الطاسه الكبيره. فايه انا يعني مطلعه هنا بعملها معامله مرات الاب، بس ما تتلحوس قوي كده يعني، تعمل العشره بقيه يعني. المهم هنا كنت شفتهم نضاف ازاي، هدوهم كمان بخه بسيطه كده عشان ما بقاش بخيله في حقهم، وانا كنت بشطفهم بس لقيتهم لسه بيزحلقوا، او الجلافز اللي في ايدي هو اللي بيزحلق، فقلت ايه اعيد عليهم تاني بالسلك. فيهم حتت ملحوسه فيهم حتت اصفرت كده من النار، وفيهم لا، كلهم نضفوا زي الفل الا العين اللي في النص دي، عين صفرة وغلوية. اه والله عايزة تتحرق بالجاز، بس يلا ما علينا، احنا يعني كده كده مش هنعيش بيه العمر كله يعني. وقت التسجيل في الفيديو ما بنلاقيش كلام نقوله، ووقت ما بنكون بنصور الفيديو يعني ممكن نملى 5 شرايط، الشريط 3 ساعات كلام، سبحان الله. المهم انا شفت بوريكم الاصفر دون كان خلاص، يعني لو مسحته بايدي كده هيطلع، بس انا قلت اغسله بالسلك علشان يطلع خالص ما يسيبش حاجه. بصراحه المنظف الدهون دون بيشيل الدهون الخفيفه دي، بنضفها قوي. المهم يا حلوين، مسكتها خليتها زي الفل، وخليت اخواتها زي الفل شمعة منورة، واغسل الحوامل واظبطها، والبوتاجاز يتغسل ويتنضف ويبقى ايه احسن منهم كلهم، علشان انا بالنسبه لي البوتاجاز هي مرايه المطبخ كله، وخاصه ان هو قصاد فتحه باب يعني قصاد باب المطبخ، وباب المطبخ جنب باب الشقه، فاي حد يجي لنا ولا كده من جيراني ومن الخدامات اللي تحت ولا كده يعرفوا ان نظافتك بتبان من مطبخك، وبالذات بوتاجازك. انا بعرف جدا من الناس اللي سايب البوتاجاز وسخ علشان اغسله طب ما تنضفيه، بتطبخي ازاي يعني؟ لو وقع عليه حاجه هتشيلها تحطها في الحله؟ اكيد هتترمى من المنظر البشع اللي انا بشوفه ده. وانتوا حرين، انا مش هعدل عليكم، كل واحد عارفه مصلحتها ازاي. المهم حطوا اللايك واكتبوا التعليقات اللي انتوا عايزينها، ومشكورين الناس المحترمة الحلوة الجميلة اللي عندي على القناة، ايا كان هم مين، مشكورين جدا من اي مكان، من مصر ومن الكويت ومن العراق ومن ايه تاني ومن ايطاليا ومنين شمال فرنسا. كل الناس المحترمة اللي عندي على القناة من اي دولة على راسي من فوق، وناس محترمة. انا كنت بقولكوا اغسلهم واحطهم يصفوا كده بقى علشان بحبهم يبقوا ناشفين ناشفين خالص 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 كده. خليت الرخامة فله شمعة منورة، بس البوتاجاز ما كانش فله شمعة منورة الاستعجال النهاردة علشان انزل. القهوة فارت مني، كنت عاملة الكشري. اللي عرفت ان انا كنت طبخة ايه في الفيديو اللي قبل كده مفيش غير ام يوسف بس، ام عمر ويوسف، او ام يوسف وعمر. قناة جميلة جميلة، وهي عسولة اصلا ومخلصة جدا جدا. بتشاهد الفيديو بصدق، هي وكم واحدة كده عندي على القناة معروفين بيشاهدوا الفيديو بالتفصيل، عشان يعرفوك ان هم بيشاهدوا الفيديو بيكتبوا كل حاجة بالتفصيل. انا بالنسبة لي مش هقول لكم شاهدوا ولا ما تشاهدوش، انا المشاهدة بتاعتي ليكم ب100 مشاهدة من مصر، يعني عشان العملة بتاعتي غالية، المشاهدة عن انا شاهد لاي قناة المشاهدة عالية جدا، اللي هيشاهد ليا باخلاص هشاهد له بكل اخلاص. المهم خلصنا البوتاجاز نضفناه مسحناه، هنجيب بقى فوطه حلوه ونديله تلميعه جميله، وطبعا غسله حيطانه وارضيته وسقفه وكل حاجه فيه ومخليه زي الفل. يلا بقى انا هسيبكم تتفرجوا لان انا فرفرت من كتر تسجيل الفيديو، واخر دقيقه دي مش مهم، انتوا اقعدوا سبحوا وادعوا ان ربنا يرفع مقته وغضبه عنكم في مصر، حراره وقطعه كهرباء وارتفاع اسعار وارتفاع ضغط دم وجلطات جايه قريب من اللي انتوا بتشوفوا، الله يكون في عونكم. المهم بعد ما خلصت معاكم وقفلت الفيديو، جبت المكنسه الكهربائيه وشفطت كل اي حاجه في العيون دي، بتقوم شفطها خالص، ما بتخليش فيها لا رزايه ولا مكرونه ولا اي حاجه. ماشي كده نكون البوتاجاز خلص. العيون بتاعته الهواء بيوديها ويجيبها علشان هي قصاد التكييف، مش عايزه تسلك ولا حاجه، ده ما شاء الله عيونه جميله، بس الهواء اللي بيشغلها.
كده تمام. دي أنا كنت نسيت الغطا بتاعها، جبته وركبته، والعيون جميلة واللمبات وشكل النار حلو وزي الفل. ويلا باي باي، اتفرجوا براحتكم على البوتاجاز. اهي الهوا بتاع التكييف دي شغالة. باي باي. وبالليل والحرامي هيجي ياخدكم. يلا وعلى الحرامي، ايوه. يلا باي باي بقى.